كلنا في حياتنا قابلنا الشخص اللي يقولك حسيت ان في حاجة هتحصل وفعلا حصلت، اللي يقولك انا شفت كوابيس غريبة وبعدها بشوية حصلت مصيبة. ناس تحس قبل ما الحاجة تحصل، ناس تشوف اللي احنا ما بنشوفوش، ناس نفضل نقول عليهم عندهم بصيرة او مكشوف عنهم الحجاب. انا فيروز فؤاد وده اللي هكلمكم عنه النهاردة. الجلاء البصري والعين التالتة. عارفين ان جوه مخ كل واحد فينا في غدة صغيرة جدا اسمها الغدة الصنوبرية. الغدة دي بتكون نشيطة جدا عند الاطفال حديثي الولادة، بس نشاطها بيبدأ يقل كل لما بنكبر. بس ليه؟ في رأي بيقول ان الغدة دي بتشتغل تاني لما الانسان بيكون على فراش الموت. عشان كده بنسمع عن اطفال بيكلموا ناس ميتة، او مريض بيقولك انا شايف نور، شايف حد جاي ياخدني. يعني مش كلنا عندنا نفس درجة النشاط في الغدة دي، في ناس نشاطها أقوى، وهنا بيبدأ يظهر اللي بنسميه الحاسة السادسة. الغدة دي لما بتنشط بتفرز هرمون اسمه DMT، وده اللي شفناه في فيلم الفيل الأزرق. اللي بياخد الحباية بيشوف حاجات ملهاش تفسير، حاجات ما بتتشافش بالعين المجردة، وانت لو حصل لك كده أكيد هتفتكر نفسك بتتجنن، وعمرك ما هتتخيل إن العين التالتة عندك بدأت تفتح. العين التالتة دي مش مجرد خرافة، دي ذكرت في ديانات زي البوذية والهندوسية، وفي معتقد بيقول كل ما تحرر نفسك من الماديات روحك تقوى وحواسك تتفتح. بس السؤال اللي بيخوف، ازاي تفتح العين التالتة؟ في ناس عملوا تدريبات مديتيشن ويوجا روحانية مخصوص علشان كده، وفي ناس فعلا فتحوها، بس اللي حصل لهم ما كانش كله حلو. كوابيس، هلاوس، خيالات لحاجات مرعبة. ومش بس كده، كانوا بيشوفوا حاجات قبل ما تحصل. خليني احكي لكم حكاية حصلت بالفعل. حكاية بنت اسمها ميار، كانت مهتمة بالوعي والجلاء البصري وقررت تجرب تفتح عينها التالتة. ميار بدأت بتمارين تنفس معينة وبتعمل مديتيشن كل يوم قبل الفجر، بتقعد في الضلمة لوحدها وتولع شمعة واحدة بس، وتفضل مركزة في نقطة بين حاجبيها مع تمارين معينة لفتح العين التالتة. وبعد حوالي أسبوع بدأت تحس بحاجات غريبة. في يوم وهي قاعدة لوحدها في أوضتها سمعت صوت خبط على الدولاب، قامت تبص مفيش حاجة، رجعت تقعد، الصوت اتكرر بس المرة دي كان معاها همس، حد بيقول اسمها بصوت واطي ومرعب. قالت يمكن خيال، بس اللي حصل بعدها خلاها تنهار. بعد كام يوم وهي بتتأمل بدأت تشوف صور مش مفهومة، ناس غريبة، وشوش مش واضحة، عيون بتبص عليها من الضلمة. وفي مرة شافت نفسها بتدفن وهي لسه حية. قامت من الجلسة بتصرخ وقعدت تعيط يومين، وقررت تبطل كل حاجة ليها علاقة بالموضوع. وقالت انها بعد كده بقت بتحس ان في حد بيراقبها طول الوقت، وبتسمع اصوات حتى وهي نايمة. وقالت جملة ما اظنش ان اللي هيسمعها هيقدر ينساها: انا فتحت باب مش عارفة اقفل. طيب تفتكروا العين التالتة دي مكانها فين؟ بين الحاجبين، ودي شاكرا من ضمن الشاكرات. ايه هي الشاكرات؟ هي مراكز الطاقة السبعة في جسم الإنسان، اسمها فعلا شاكرا العين التالتة. ولو انت مهتم بالطاقة هتكون عارف ده كويس. في تجارب بتقول ان بمجرد ما تبدأ تفكر تفتح العين التالتة بتبدأ تشوف عالم تاني، عالم خفي، بتحس بحاجات، بتشوف كائنات، بتتواصل مع العالم الأثيري. وهنا بقى السؤال اللي فعلا يخوف، هل ده ليه علاقة بالجن والشياطين، ولا دي موهبة ربانية، ولا الموضوع كله له تفسير علمي مبني على الطاقة والفيزياء؟ في ناس قالوا لما فتحوا عينهم التالتة شافوا كوابيس مش طبيعية، أصوات غريبة، ناس بتنده عليهم من عالم تاني. السؤال دلوقتي ليك انت، هل تقدر تخوض تجربة زي دي؟ هل عندك الجرأة تفتح العين التالتة؟ هل انت مستعد، ولا هتفضل تعيش في امان بعينين اتنين بس؟